طبعا الشكل بيتكلم، الشكل بيتكلم. بصوا طالعه عامله ازاي من تحت كده، واخده لون كده تحفه. دي انا سبتها كده في الفرن كده شويه، وبما انها انا كنت عاملاها رفيعه فطلعت كده. ديت بقى الطريه بقى اللي هي ايه، العجينه تخينه شويه. بصوا بقى عامله ازاي طريه كده، تحسوا ان انتوا كده ايه ماسكين حته قطنه كده، حته اسمها ايه سبونج كده، من بتاع التورتات. فبجد جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. هنا بقى بعد لما قطعتها وبدأت كده ان انا اكل فيها، اقسم بالله الطعم رهيب 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 رهيب. طعمها حلو قوي، العجين طعمه حلو جدا جدا جدا. بصوا عامله ازاي، بصوا لما بتيجي كده، وديت ايه اللي هي يعتبر ناشفه، تعتبر اللي هي اللي انا كنت وريتها لكم اول واحده. بصوا طريه ازاي، طريه كده رهيبه رهيبه رهيبه. انا ما كنتش عارفه اوقف اكل. كان طعمها جميل، وبالذات بقى بصوا بتتمسك كده، اللي هي بتتقفل كده ساندوتش. ديت بقى اللي هي حطيت لها كده كاتشب كده، علشان كنت عايزه ادخلها الفرن تاني، وشها ياخد لون عن كده يعني. فعشان كده رشيت لها شويه كاتشب من فوق بس مش اكتر. طبعا انا عماله اكل في اللي انا ماسكاها دي، مش عايزه اسيبها من حلاوتها للامانه. طعمها حلو قوي قوي قوي. ف بصوا عامله ازاي، طريه كده، طريه طريه رهيبه بجد. فانا مش عارفه انا بغيظكوا ولا ايه، مش عارفه. بس كده اسيبيها بقى، ايوه هسيبها كده. وهوريكم اهو قطعه كمان، علشان تتاكدوا ان كله واحد يعني، كله كده نفس الطراوه ونفس الحلاوه. هرجع اكل تاني، ماشي ما علينا ما علينا. ف بجد انصحكم بالعجينه دي، حلوه جدا جدا جدا، طبعا ماشيه معانا في كل حاجه. بس كده. دي بقى التانية او التالتة اللي انا طلعتها، ايه اللي كان فيها نص بسطرمة ونص صدق. طبعا الحشوات دي انا حشيتها معاكم في الفيديو اللي فات. وبحاول كده، او اول لما تطلع من الفرن بطلعها كده من الصينية علشان ما تلزقش او تعرق او الكلام ده. ديت بقى اضخم من اللي فاتوا، العجين كان اكتر، فطلعت تخينة كده ورهيبة رهيبة رهيبة رهيبة. للي بيحب البيتزات، اللي البيتزا تكون، بصوا طريقة ازاي، البيتزا تكون عالية يعني اكتر من اللازم. فدلوقتي بقى ايه، هبدأ ان انا اجيب علبة، وارص بقى ايه البيتزات ديت فيها. طبعا بتبقى حلوة بقى ان هي العلبة دي كده كلها تدخل التلاجة، وبسم الله تدخل التلاجة. ولما تعوزي تطلعي منها وتسخني، او لو زي كده عادي ما بيفرقش معاكي كده، ممكن اكلها ساقعة عادي. فحلوة جدا. بصوا عامله ازاي، رهيبه رهيبه بجد. بحب كده طبعا ان انا اقصقصها بالمقص لقطع كده نوعا ما، ولا كبيره ولا صغيره، علشان اللي ياخد يقدر ياكل القطعه، لان بسم الله ما شاء الله يعني مليانه حشو، وكمان القطعه كبيره يعني. فالسمك يعني بتاع العجين، فكانت هتشبع يعني. بس كده بحطها بقى كده في العلبه. نكمل بس بقيت قص الباقي. بسم الله. بصوا عامله ازاي رهيبه، بالذات الحته اللي في النص دي بتبقى جميله جدا. اي تقطيع بقى انت عايزاها، مش شرط ده زي ما انا بقطع كده. وهنشيل بقى كده البواقي كده، ونحطها في العلبه. هنا طبعا كانت لسه سخنه، فما رضيتش ان انا اغطيها على طول، بس اقول لكم بس هنا ان انا بغطيها وبعد كده احطها في التلاجة. وده كده كان كل الفيديو.